هنعمل مع بعض النهارده الكبده البلدي بطريقه سهله، بطريقه نظيفه، بطريقه جديده، بتريكات لاول مره هتشوفوها. هتطلع معاكي ريحتها قلب الدنيا وطعمها في منتهى الجمال. هتحسي كانك بتاكليها بالظبط على العربيه في الشارع، بس طبعا على نظيف. يعني ايه جاب لي جاب. عموما كلها ايام والعيد يهل علينا، كل سنه وانتم طيبين. مقدما الطريقه دي مضمونه 100%. ركزي معايا في الفيديو، هقول لك شويه تريكات ونصايح بجد اختراع. وصلي على النبي في الكومنتات وحطي لايك كده للفيديو، وتعالي بينا نبتدي ونشوف المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه عندي هنا حوالي نص كيلو من الكبده البلدي، مقطعاها تقطيع عصافيري اللي هي الشرايح الطويله، تقدروا تقطعوها بالشكل اللي تفضلوه. كمان معانا ليمونه ومعلقه من هريسه الثوم، والبهارات بتاعتي عباره عن نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه ملح، ونص معلقه كمون. معايا كمان مجموعه من الفلفل الاخضر حامي وبارد بالشكل اللي شايفينه ده، معلقه من الزبده ومعلقه خل، ومعايا زيت للقلي. واول تركه معانا هي تتبيل الكبده. هنزل عليها بالثوم والكمون والملح والفلفل الاسود ومعلقه الخل، وهبتدي اقلبها مع الخلطه دي واسيبها فيها حوالي ربع ساعه. بجد الريحه هتبقى قلب الدنيا والطعم هيكون مميز جدا جدا. وطبعا كل ما سبتيها في التتبيله دي وقت اطول كل ما اديتك طعم مميز اكتر واكتر. بعد كده في طاسه عندي على النار هبتدي انزل فيها بمكعب الزبده وحوالي 3 كوبايه زيت، واسيبهم لما يتقدحوا كويس جدا. بعد كده انزل بالكبده بتاعتي وما اقلبش فيها، يا دوب افردها كده في الطاسه زي ما انتم شايفين، واسيبها. اول ما الاقيها بدات تاخد لون من تحت اقلبها على الناحيه الثانيه، وابتدي انزل عليها بالفلفل بتاعي. انا مكتره هنا فلفل وحاطه فلفل حامي كتير جدا، لان احنا بنحب الحاجه سبايسي. بس عموما الفلفل الحامي ده بعد ما الكبده تستوي الحمو بتاعه هيقل شويه، يعني مش هيبقى بنفس الدرجه. تمام. في الوقت ده بنقلبها كويس جدا. لو محتاجه شويه زيت بنضيف لها، لان الكبده عموما بتحب الزيت الكتير. تدوقوها، لو محتاجه ملح ادوها كده رشه ملح. بس عموما بالتوابل اللي ضفناها دي طعمها بجد هيكون في حته تانية، هتعجبكم جدا جدا. ويا سلام بقى لو استبدلتم الزبده والزيت دول بقطعه من الدهن او الليه، بجد الطعم هيكون في حته تانية، هتكون خطيره جدا جدا. كده كده احنا هنكون في العيد والحاجات دي اكيد ان شاء الله هتكون متوفره، فاعملوا زي ما قلت لكم كده، بجد طعمها هيكون في منتهى الجمال. وفي الاخر بعد ما بتستوي ونبتدي نقدمها بقى في الاطباق، نديها كده عصره من الليمون. انسوا بقى، هتنسوا اي وصفه كبده تانية انتوا جربتوها، لان دي اصلا طريقتي اللي انا معتمداها بقالي سنين ما بعملش غير بيها، ودي الوحيده اللي بتديني النتيجه اللي ترضيني. عايزه اقول لكم نصيحه، الكبده ما بتتغسلش، وخصوصا لو كانت كبده بلدي. اما لو انت موسوسه وقلقانه وحابه تغسليها ضروري، فاغسليها شطفه يا دوب بس، وتكون قبل ما تقطعيها كمان. لو لسه مكملين معايا الفيديو لحد هنا فما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، حطوا لايكات كتير علشان الفيديو ده يترفع، لانه يستحق ان الناس تجرب كلها الوصفه الجميله دي. ويا ريت اللي بيشوفني لاول مره ينزل حالا يشرفني بالاشتراك في القناه. هتلاقوا كلمه اشتراك مكتوبه باللون الاحمر تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. شيروا الفيديو لو حابين، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وصفه جديده. مع السلامه.